الطبيعة في الواحات غير أي مكان تاني زُرته. بعد 105 حلقة عملتهم على اليوم السابع تقريبًا أنا أصبحت عاشق للواحات البحرية. طب ليه بقى عشقي أو إيه سبب عشقي وحُبّي للواحات البحرية؟ هي أكتر من حاجة الحقيقة، ولكن مثلًا لمّا نيجي نقول حاجة زي الأمان، الأمان هنا متوفر جدًا. ييجي مثلًا ساعة الصلاة بيتحط ورقة مُغلق للصلاة. وبيبقى التاجر أو صاحب المحل قدّامه بضاعة بالملايين ومش خايف عليها، هيرجع يلاقي البضاعة زي ما هي، ما فيش حد بياخد أي حاجة، حتى الموتوسيكلات، العربيات، ناس سايبة فيها المفاتيح وفيها كل حاجة وفعلًا هيرجع يلاقيها زي ما هي، بخلاف بقى أي مكان تاني مثلًا ممكن تروح تبقى أنت يعني برضه مقلّق، إنما هنا لأ، الوضع بصراحة يعني ده عن تجربة شخصية. الحاجة بقى رقم 2، لو أنت هنا في الواحات لقيت أي مزرعة قدامك خُش، كُل منها زي ما أنت عايز، بلح بقى، برتقان، أي حاجة عينك تيجي عليها، يعني من غير ما تستأذن صاحبها، خُش، خُد وكُل اللي يكفّيك أنت اللي هو بشكل شخصي، ما حدش هيقول لك أي حاجة، مش مثلًا تروح بقى تقطع لي صباطة وتدَنّك ماشي، لأ أنت كده حرامي، إنما أنت هنا دخلت، خدت طبق، غسلت، قعدت كلت، ما حدش هيقول لك أي حاجة، بالعكس الناس هنا متسامحة لأقصى درجة، يعني حتى كمان الناس اللي هي عندها مزارع وعندها محلات، حاطة قدّام المحل طبق كده أو صباطة كده للبلح، اقطف منها وكُل، وبجد البلح هنا مش موجود زيه في أي حتة تاني. رقم 3 وهي الهوا النضيف والطبيعة اللي بجد. يعني إيه؟ يعني لو أنت مريض بجيوب أنفية انساها، هنا الطبيعة صحراوية ولكن جيوبك الأنفية هتبقى زي الفل، ده بجد، وده عن تجربة شخصية، أنا شخصيًا مريض جيوب أنفية وبانسى تمامًا أي عوادم سيارات أو أي غبار أو أي حاجة طول ما أنا هنا في الواحات البحرية. رابع نقطة بقى وهي دي اللي بجد لمستها وشُفتها بعيني، وهي إن هم كلّهم على قلب رجل واحد، سواء بقى في وقت الفرح أو وقت الحزن، وما تلاقيش بقى إيه اللي هو الضغائن والكره اللي موجود اللي بنشوفه في بعض الأماكن يعني هتلاقيهم كلّهم واقفين طالما مثلًا محمود عنده مشكلة تلاقيهم كلّهم واقفين معاه، عنده فرح كلّهم متجمّعين، حتى لو في مثلًا سابق زعل قبل كده تلاقيهم برضه واقفين في ضهر بعض. بس حاجة الراجل ملزم بكل حاجة متعلقة بالبيت، سواء بقى احتياجات أي حاجة، الراجل هو اللي ملزم إن هو يوفّر الطلبات، بمعنى لو محتاجة أي حاجة الست من البيت هي ما تخرجش، الراجل هو اللي مطالب إن هو يجيب الخضار والفاكهة والزيت وكل حاجة، الراجل هو اللي ملزم بيها، رغم إن هي ممكن تبقى شغالة برّه، يعني هي ممكن مثلًا تخرج وتروح موظفة تقدر تروح وتيجي، ولكن الراجل هو اللي يوفّر الحاجات دي كلّها. عشان كده تلاقي هنا الدنيا مختلفة تمامًا، أنا أصبحت واقع في غرام الواحات البحرية هي تابعة لمحافظة الجيزة، طبعًا بييجي برضه بالليل تلاقي مثلًا الشباب بيتجمعوا مع بعض وبيعملوا كده حفلات شكلها تحفة، هابقى أسيب لكم كده في آخر المقطع ده عزف يعني من أهل الواحات، هتسمعوه وهتعرفوا أنا باتكلم في إيه. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي، فيها يسكن ريم الوادي، والله يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، الله يا محلاها بلادي، فيها يسكن ريم الوادي، الله يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي. محلى مصر الغالية هلها ناس عزاز علي، محلى مصر الغالية هلها ناس عزاز علي،
فيها نيل غزير المية والشمس والجو الهادي، الله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي، قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي، فيها يسكن ريم الوادي، الله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي، فيها يسكن ريم الوادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها بلادي.